شكرا لك فيصل. مشاهدينا أحييكم من جديد. إذن في الطريق صوب العاصمة الكويت تتعدد أهداف منتخب اليمن الذي خضع لسلسلة من المعسكرات من أجل ضمان الجاهزية. يطارد الفوز الأول في حدث كأس الخليج وينشد كتابة التاريخ وتخطي دور المجموعات. بدأت القصة من الكويت عام 2003 تحديدا مساء 28 من ديسمبر، آنذاك ظهر لأول مرة في البطولة. الحدث الخليجي حل في ضيافة اليمن عام 2010. كأس الخليج في نسختها عام 2014 سجلت مشاركة تاريخية، وقد حقق المنتخب تعادلين غادر السباق من الباب الكبير. الآن يستعد اليمن ليدون حضوره الخليجي 11. الأهداف المنشودة خليجيا تمر عبر المجموعة الثانية لهذه النسخة السادسة بعد 20. منتخب اليمن يخوض مبارياته في دور المجموعات على أرضية ملعب جابر المبارك الصباح الذي افتتح بالتزامن مع البطولة بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي. يصطدم في بداية المشوار بحامل اللقب منتخب العراق المتوج في النسخة الماضية على أرض البصرة. الجولة الثانية المقررة في 25 من ديسمبر تضع اليمنيين وجها لوجه مع منتخب المملكة العربية السعودية. هذا سيكون لقاء البحرين المحطة الثالثة والأخيرة ضمن المجموعة الخليجية الثانية. بكل المقاييس يبقى علي النونو نجم المنتخب على مر التاريخ. هو هداف الكرة اليمنية، وقد بلغت الحصيلة على مدار المسيرة 34 هدفا، منها 3 أهداف في كأس الخليج العربي. علي النونو أبصر النور عام 1980، بدأ مسيرته مدافعا عن قميص أهل صنعاء عام 1995. في مسيرة هداف منتخب اليمن محطات احترافية عربية مهمة. عام 1998 دافع عن ألوان النادي المصري، وفي 2005 ارتدى قميص المريخ السوداني. أنهى المشوار حيث بدأ مدافعا عن راية أهل صنعاء. حتى إن غابت الانتصارات ثمة محطات محفورة في الذاكرة، ثمة مباريات تاريخية أكدت قدرة المنتخب على كسب الرهانات الصعبة رغم التحديات والظروف التي تخيم على الرياضة في اليمن. ختاما مشاهدينا، أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، وعود الآن للزملاء.